مساء الخير صبايا. لساتنا الموضوع الشاغل بالنا هذا الشهر مربى القرع. المقادير، المكونات، وين بنلاقي الكلس، وين ما بنلاقي الكلس، شو هي الكمية الصحيحة الضابطة. اجاني تعليق بالنسبة للصبايا الموجودات بألمانيا، وين بنلاقي الكلس. هي في صبية الله ان شاء الله يفتحها بوجهها كاتبة صبايا إنها بتلاقي برلين بشارع العرب بكل المحلات. شكرا إلك وشكرا على هذا الرد. في صبية كمان بتسألني كل 6 كيلو قرع قديش بدهن سكر وقديش بدهن مي. 6 كيلو قرع بدهن 5 كيلات سكر وبدهن 8 كيلات مي. أول يوم بنحط كل لتر مي فيهن ملعقة من الكلس بنذوبهن وبننقع القرع فيهن لثاني يوم. ثاني يوم بنحط القرع على مية جارية. بهاي الأثناء احنا بنحط 8 لتر مي زائد 5 لتر من السكر بنغليهن على النار ونسقط فيهن حبات القرع المقطعات. نصبر ساعة على نار عالية. بعد ساعة بنحط ملعقة كبيرة من ملح الليمون. بدها هاي العملية تستمر معانا حوالي 3 ساعات ونص ل4 ساعات ونص لحتى نحصل على هاي النتيجة. بالنسبة للقطر، القطر حيخس بكل الأحوال. إذا حدا سألني ليش أنا بحط مي كثير، لازم النسبة تكون كيلو سكر كيلو مي كيلو قرع. أنا بحط مي زيادة مشان أثناء عملية غلي السكر والقرع. القرع لما إحنا نيجي نحركه هيك يمتص السوائل، ولاحظن ما بيهفسش عندنا. بكل الأحوال مجرد يجهز عندنا القرع حيخس القطر عندنا. وهاي حبات القطر أو حبات القرع تقريبا برجع وبكرر صارهن أكثر من أسبوع. طبعا أنا كل ما بتخلص كمية بحط كمية ثانية. هذا بدون قطر، أنا حاطيته برا، ما بيعفنش ما بخربش ولا بيجراله إشي. بإمكانك كمان تحطينه بعلب، تحطينه بالثلاجة، لا تخافنش. الطريقة الصحيحة لغلي القرع، لغلي السكر، حط المقدار الصحيح. لا ملح الليمون لا يمكن يخرب لا يمكن يسكر، بس نوعية القرع بعض المرات تختلف لونها. هذا القرع بيطلع غامق شوي، القرع الأبيض بيطلع كاشف شوي. وهاي القرشة متماسك. ولا تخافي من الصبايا، حتى لو خس القطر عن القرع بإمكانك تخلينه برا، بس على شرط يكون الوعاء نظيف وانتن بتعرفين شلون تشتغلين. ورققن حبات القرع. وصحتين وألف عافية. وأي سؤال حعمل عليه فيديو حنزل لك إياه، لأنه هذا موسم مهم بالنسبة لستات البيوت، وإحنا بدنا نفيد ونستفيد. شكرا لكل وحدة عم بتعلق بتعليقات إيجابية. شكرا لكم صبايا، شكرا على هذا التفاعل، شكرا لأنه إحنا عم نفيد بعضنا البعض. أهلا وسهلا بيكن، وإن شاء الله كلكن بتتهنن صبايا. شكرا لكم.